نحن دائما معكم، أكيد أنتم دائما معنا على قناة فرانس 24 في هذه الفترة المسائية لبريز مباشر. موعدكم مع نقاش يمكنكم كالعادة التفاعل مع ما يقوله ضيوف البرنامج على صفحة البرنامج على فيسبوك أو على صفحة البرنامج على تويتر. في النقاش نتحدث عن إثيوبيا. الولايات المتحدة الأمريكية حثت رعاياها على أن يغادروا البلاد فورا، مع الإضافة بأن واشنطن لن تقيم جسرا جويا مثل ما فعلت مع أفغانستان. هل هذا مؤشر على أن إثيوبيا على أبواب حرب أهلية؟ ماذا عن حالة الطوارئ في البلاد منذ بداية هذا الشهر وموجة الاعتقالات التي طالت أصيلي تيغري في أديس أبابا وفي مدن أخرى؟ البرلمان في أديس أبابا صنف جبهة تحرير شعب التيغري كمنظمة إرهابية منذ شهر مايو الماضي، فمع من يريد أبي أحمد التوصل إلى حل؟ فاصل ونواصل. أهلا بكم في النقاش، ونقاشنا عن إثيوبيا هذه المرة، وتابعتم مختلف التصريحات حتى على لسان بلينكين، أنتوني بلينكين الذي يقوم بجولة أفريقية. هناك قلق كبير حيال ما يجري حاليا في إثيوبيا. سعيد بأن تكون معنا من ستوكهولم سعاد عبد محمد، وهي ناشطة سياسية. سعيد بأن يكون معنا من تونس نور الدين المازني، ومتحدث رسمي سابق باسم الاتحاد الإفريقي. وسعيد دائما بأن يكون معنا من دنفر في الولايات المتحدة إبراهيم إدريس، وهو باحث في الشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك ضيفي من الولايات المتحدة. بالنظر إلى ما تسمع حاليا، وبالنظر إلى هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة وأنت في الولايات المتحدة، هل يمكن القول اليوم إن إثيوبيا على حافة حرب أهلية؟ إثيوبيا الآن تحديدا في معركة مباشرة بين قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والدولة الإثيوبية ممثلة في الجيش المركزي والميليشيا في المناطق الأمحرة، وأيضا الميليشيا في عفر. فنحن أمام معركة حقيقية ومعركة طاحنة ومؤلمة للأطراف كلها. أمريكا تسعى يعني منذ أول ما هذا العام جاءت القيادة الأمريكية وهي راكدة من أجل إيجاد حل سلمي وإيصال المتصارعين إلى طاولة المفاوضات. هذا هو الموقف الرسمي وكما أشاهده من أمريكا، وهناك في الحوار يمكن أدخل في تفاصيل كثيرة عن هذه المبادرة الأمريكية. طيب سعاد عبد أحمد، أنت أيضا معنية مباشرة بما يجري في إثيوبيا. هل تعتبرين أن بالفعل هذا الإنذار من الوقوع في حرب أهلية هو حقيقي، خاصة وأن الحديث عن حل دبلوماسي أو عن حل على الأقل يجري الحديث عنه منذ سنة، والحرب بدأت منذ أكثر من سنة؟ حقيقة أهلا بك وبالمشاهدين وبالضيوف. الوضع كما تابعتم يعني صار الآن الحرب لها سنة في 4 نوفمبر، والقلق منذ البداية يقال من قبل الأمم المتحدة أنهم قلقانين، ولم نرى شيء عملي. ولكن ما يقلقونه الآن أنا في رأيي ليس صحيح، لأنه الحرب الآن ليست فقط مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إنما هي تحالفات مع القوات الأخرى، وهي كما تعلمون أديس أبابا محاصرة، والمحاربين من كل الجوانب الذين تحالفوا ضد الحكومة المركزية، ضد أبي أحمد وحزب الازدهار. هذا ما يحصل الآن يعني. طيب نور الدين المازني، أنت بصفتك يعني على رأس المنظمة الإفريقية سابقا، عندما تسمع هذه التصريحات الأمريكية ضرورة الخروج فورا من إثيوبيا، لن نقيم جسرا جويا مثل ما فعلنا مع أفغانستان، في نوع من التهويل أم فيه نوع بالفعل هناك معلومات أكيدة بأن الأمور قد تصل إلى ما لا تحمد عقباه، وأنت تعرف طبعا إثيوبيا جيدا؟ أولا تحياتي للمشاهدين. صحيح هناك تهويل، وهناك حقيقة أن الوضع يعني متفجر،
وكما ذكرت أنتم يعني في عنوان البرنامج تحذيرات من حرب أهلية، وهل أن أثيوبيا على حافة حرب أهلية؟ هي بالفعل الحرب الأهلية موجودة في شمال البلاد، ولكن هناك يعني خطر حقيقي فأن تتوسع أكثر وأكثر وربما تصل إلى العاصمة. وهناك تاريخ لابد أن نستذكره، أنه في عام 1991 نفس جبهة تحرير التجري مع تحالف من قوى أخرى من بقية الأقاليم يعني زحفت على العاصمة أديس أبابا وقلبت نظام الدكتاتور الماركسي المتشدد منغستو. وبالتالي التاريخ مستحضر هنا، يجب أن نستحضره. هناك يعني خطر جدي يهدد هذا البلد بالتفكك والاندثار. ما فعلته الولايات المتحدة قامت به كذلك الأمم المتحدة عندما يعني دعت موظفيها إلى المغادرة حسب رغبتهم والعمل من في بلدانهم. وأديس أبابا لا تنسوا أنها رابع أو ثالث عاصمة عالمية بعد نيويورك وجنيف، لأنها تضم عديد المنظمات الدولية والإقليمية والوكالات الدولية. وبالتالي رمز التهديد الذي تتعرض إليه أثيوبيا يجعل هناك ضغط كبير على الأطراف الأثيوبية من أجل إيقاف القتال، ولكن هذا أمر ليس باليسير. إيقاف القتال في هذه المرحلة ليس أمرا هينا، وحاليا هناك وساطة جدية يقوم بها الاتحاد الأفريقي عن طريق الرئيس النيجيري السابق أوباسانجو. وهناك أوباسانجو نعم وهو جنرال، لا تنسوا أنه كذلك عسكري ويعرف جيدا المنطقة. أنا شخصيا عملت معه في الوساطة في دارفور، وأعرف جيدا أنه صاحب خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الأزمات. وبالتالي حتى الولايات المتحدة تدعم بقوة وساطة أوباسانجو، وبالتالي لا أرى حلا عسكريا لأزمة أثيوبيا إلا عبر الحوار السياسي، وهذا أمر صعب بالمنال ولكن ليس مستحيل. طيب إبراهيم إدريس، تابعت ما قاله نور الدين المازني، هل أنت أيضا تؤمن بأن التاريخ يعيد نفسه؟ نور الدين المازني يمكن أصاب القضية في جرح زي ما يقول. كما ذكر كونتي روسي المؤرخ الإيطالي أن إثيوبيا، وهنا مسألة في التاريخ متوفرة المادة حولها، أنها هي متحف للتاريخ. عندما أتوا الإيطاليين عبر إريتريا لهذه المنطقة وجدوا أنه من الصعب أنك يعني تتحكم في الدولة الإثيوبية باعتبار أنها متحف من القوميات. إلى درجة أن الإثيوبي عندما تكون في إثيوبيا يعني يتكلم بكل يعني هك علو ويقول يا أخي أنا إثيوبي، أنا انتصرت على الإيطاليين. يعني عندكم هذه النزعة شوية وكان غريبة شوية. تفضل للنكتة فقط تفضل. وهي نزعة حق بالمناسبة، لأنه العالم الأفريقي وأنت منهم، أنت أفريقي برضو، والأفريكان أمريكانز يعتبروا معركة عدوى تاريخية، وهي معركة أختي سعاد ممكن تسهب فيها أكثر بأنها في منطقتها كانت في تيغراي. كانت معركة حقيقية وانتصار للهوية الإثيوبية ضد الهيمنة الأوروبية. ما علينا، هذا هو التاريخ. أنا في تحليلاتي وفي متابعتي للمعركة الحالية وما يتم في إثيوبيا، حقيقة ظل التاريخ ما زال يعني يستفحل في هذه الصراعات القومية الإثينية التي حاولت الجبهة الشعبية تاريخيا في تحالفها مع الأمحر والأورومو أن ينتصروا على منغستو كما ذكر الأستاذ، ويحققوا مشروع الدولة الفيدرالية والدستور الفيدرالي سنة 1995، واللي هو أمن للقوميات الكثير من المكتسبات التي لم تكتسبها نضالات الإريتريين ولا الإثيوبيين. والتيغراي هنا يعني يعتبروا الطليعة اللي هم حققوا هذه المسألة. لكن هناك يعني في التفاصيل الشيطان. الدستور اللي هو دستور إيجابي جدا أقر فقرة اللي هي 39. هذه الفقرة تسمح لكل القوميات في نشوة عدم قبول للسلطة المركزية أن تطالب بحق تقرير المصير إلى درجة الانفصال، وده حق ديمقراطي وأنا مع حق تقرير المصير. لكن السؤال هل ممكن تحقيق تقرير المصير؟ وهل التيارات الموجودة النهاردة مع الجبهة الشعبية تحرير تيغراي في تيغراي
يعني هل حيدفعوا بهذا الخطاب اللي هو نحو الاستقلال وتحقيق المصير؟ هو ده السؤال الشائك والمفصل في هذا الصراع. ربما تجيبك سعاد. هناك هذا التوجه، خاصة سعاد، وأنا قرأت في صحيفة لوموند عدد من، لست أدري كيف ينطق الاسم بالأمالريك، ولكن هناك عدد من المتطوعين عددهم تقريبا بالآلاف يتحركون في أديس أبابا في الكثير من المدن بحثا عن أصيلي تيغراي، وتم توقيف كثيرين في أديس أبابا وفي أكثر من مدينة. ميكروفونك قاعد يعمل مشكلة، بس كأني فهمت السؤال. هو أولا أحب أن أنوه أنه الأستاذ إبراهيم ذكر لما يقولوا نحن الإثيوبيين انتصرنا على الطليان، شعب تيغراي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دائما كانت، يعني بما أنه تاريخ تيغراي هو الأساس في إثيوبيا هو حتى أبي أحمد بنفسه قال يعني إذا إثيوبيا بدون تيغراي معناته سيارة بدون موتور. هو حكى كده حتى يعني باللغة العادية. يعني فأنت كيف أنت عارف هذه قالها رئيس الجابون سابقا الله يرحمه. تفضلي وصل. أيوة، هو عارف إنه تاريخ إثيوبيا كله يعود إلى تاريخ أقصم، سواء كانت كل الحضارات الأقصم اللي كانت، سواء كانت من حضارات الأديان كلها. شعب لم يفعل به شيئا هذا الرجل. والجبهة الشعبية بعد ما خلصت، بعد فوزه بالانتخابات، تركت له الجمل بما حمل وراحت إلى إقليمها. فقالوا يعني نحن نشتغل من إقليمنا وهو يشتغل بالحكومة المركزية. فبالتالي سئل أبي أحمد هل عندك نية لحرب لتيغراي؟ فقال ليش نحارب نحن تيغراي؟ ما عندنا هذه النية. يعني لا كان في مصداقية في نواياه ولا في كلامه، ولا احترم شعب كامل. كان سبب لا أقول كله، لكن كان سبب في الحضارة الموجودة الآن في إثيوبيا الآن والتقدم المتطور الذي حصل، سواء كان اقتصاديا، سواء كانت أن الشعوب بالفيدرالية استطاعت أن تتعايش مع بعض. نحن 27 سنة، يعني رغم ما أقول أنهم كانوا من الكماليات، من الكامل بيرفكت، ما في أحد كامل، لكن إثيوبيا عاشت في سلام لأول مرة في هذه الحقبة. كانت الناس تتحرك كما تشاء دون أن تخاف. فبالتالي هو قيامه بهذه الآلية الذي قال فيها احتراما للدستور واحتراما للقانون لم يكن هذا حقيقيا، لأنه نحن ما زلنا إثيوبيين. والآن كما ذكر الأخ يعني موضوع الاستقلال الذي قاعدين يتكلموا فيه أهل تيغراي ولا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لم تقل نحن نريد الاستقلال، قالوا نحن إثيوبيين ونحن لنا الحق في هذه الأرض، ولنا الحق في السياسة، ولنا الحق في المشاركة، ولا يجوز له أن يحاصر 4-5 مليون كامل بدون أن يكون هناك أكل ولا شرب ولا ماء ولا نت ولا كهرباء. هذا ديكتاتور، وجاء هو يقول أنا ملك السابع وعليكم أن تسجدوا في تحت رجلي. وشعب التيغراي لم يتعود، كما قال الأخ إبراهيم الطليان أخرجهم، شعب التيغراي هو الذي أخرج الطليان، والجميع يعرف هذا التاريخ. فما متعودين على الرضوخ على حاكم بقوة. هيلة سلاسي أيضا حاول أن يرضخنا، رفضوا بقوة. فلذلك نحن حربنا مع أبي أحمد هو حرب استقلال، حرب الحرية، حرب أن يكون الإنسان محترم في وطنه. طيب نوردين المازني، يعني عندما نتحدث عن أبي أحمد نتحدث عن رجل حائز جائزة نوبل للسلام، نتحدث عن رجل وجد حلا مع إريتريا، نتحدث عن رجل حل الأزمة في السودان بين قوسين بالنظر إلى ما يجري اليوم، ومن الصعب أن يحل مشاكل في داخل بلده. يعني ملاحظاتك أخي العزيز يعني في محلها. هناك من يحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في أثيوبيا إلى غطرسة بين قوسين أبي أحمد، لأنه يعني رفض منذ البداية الحوار وركز على الجانب العسكري،
وتتذكرون ما حدث في تيغراي السنة الماضية من قصف وحشي لمدن تيغراي، من قطع الاتصالات مع تيغراي، منع المساعدات الإنسانية الدولية يعني من دخول تيغراي، وبالتالي يعني أجج الكراهية بين أبناء الشعب الواحد الذي تحدثت عنه الأخت الكريمة. الآن يعني هناك شرخ كبير وعميق جدا بين يعني مختلف القوميات أو الإثنيات الإثيوبية، ولابد من يعني وجود شخص يعني يجمع الإثيوبيين. ولا أرى في تصرف، أقول ليس في شخصية، تصرف الحالي لأبي أحمد لا أرى فيها يعني معامل من أجل إعادة الوئام بين شعوب، أقول شعوب إثيوبيا. وإثيوبيا كانت كما ذكرت الأخت كانت مثال في التنمية، كانت تنمية يعني صاعدة بشكل ملفت وباهر بعد مجاعات وحروب يعني كبيرة. إثيوبيا أن تعود هو عود على بدء، لأن الحروب تعني الدمار وتعني سوء التنمية وتعني تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهذا أمر واقع الآن في شمال إثيوبيا، وهناك احتمال قوي جدا أن ينتشر إلى بقية المناطق في إثيوبيا. إبراهيم إدريس، الكرة في مرماك الآن، ولك حق الرد على الضيفة من ستوكهولم وأيضا على نور الدين المازني. تفضل. كلاهما قدموا نصف الحقيقة وليست الحقيقة كلها. احنا نحب الحقيقة كلها. نحب الحقيقة منك، نسمع الحقيقة منك أستاذ. نسمع منك الحقيقة، يلا. وحتى سعاد تبتسم تنتظر الحقيقة على لسانك، يلا تفضل. لا، الأخت سعاد قدمت ما قالته وكثير مما قالته اتفق معه، لكن ده جزء من الحقيقة أختي سعاد قدمته، وأيضا الأستاذ. نسأل نفسنا سؤال، فليسأل العالم كله نفسه سؤال: لماذا أعطي أبي أحمد هذه الجائزة التي أصبحت كبوة قدر ما أنها لم تكن يعني كبوة عليه؟ أبي أحمد نال الجائزة أولا لأنه ما جاء نبت شيطاني. 2014 قامت أعتى ثورة جماهيرية في منطقة الأورومو تجاه قضية أساسية، واللي هي قضية الأرض. أي أحد يتكلم عن إثيوبيا لازم يسبق قضية الأرض كمشكلة. ما أسقط النظام هيلي سلاسي وشعارات جامعة أديس أبابا سنة 73 و74 الأرض لمن يفلحها. منذ هذه الثورة التي ظهرت في 2014 واللي نتيجتها ماتوا الآلاف مش المئات، استمرت 2015 و2016 و2016 إلى أن جاء ديسلي، وبعد ديسلي جاء هيلم أبي أحمد بانتخابات ديمقراطية بين 4 تنظيمات كان يقودوا هذه الدولة لمدة 27 سنة. فهنا يؤكد أن أبي أحمد جاء بانتخاب ديمقراطي مركزي في إطار القيادة السياسية. بعد هذا أبي أحمد أطلق سراح أكثر من 2000 سجين. 2000 سجين سياسيا كانوا تحت سلطة ال4 تنظيمات بما فيهم تنظيم أبي أحمد، كانوا شاهدين على 2000 معتقل. 2000 معتقل تم إطلاق سراحهم، وكلهم قوة سياسية وطلاب جامعات وقوة سياسية من كل القوميات. بعد هذا أبي أحمد وبالتنسيق مع إريتريا رجعوا كل التنظيمات السياسية والعسكرية بما فيهم الأورومو وبما فيهم جزء من الكانوا من التيغراي وحزب جنبوت سبات اللي هو إحدى وزراء النهارده موجود في هذه السلطة. هذه التنظيمات أجت. أبي أحمد لم يعطى هذه الجائزة على سك أبيض، كان عبر نضالات حقيقية قامت بها قوة اسمها قوة الإصلاح، وده تيار. ومن العجيب بمكان حيفاجأ الكل عندما أقول أن دبرزيون اللي هو القائد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إحدى الإصلاحيين مع أبي أحمد، وكانت تجربته أدت إلى أنه في داخل الجبهة الشعبية يسقط كل الحرس القديم اللي كانوا يقودوا الجبهة الشعبية، واللي اتهمتهم قيادات من الجبهة الشعبية وكوادر من الجبهة الشعبية. منها مثلا يعني لو نتابع تجربة محاري يوهنس
وتنظيم بايتونام وتنظيم سبحدري وتنظيم القومي لقومية تجراي الكبرى، وما قيل في داخل مقله ضد الجبهة الشعبية كانت أيضا قوة دعم لدبرسيون. دبرسيون بعد احتفالات سنة 54 45 الذكرى الاحتفالات، الحرس القديم انقلب على دبرسيون وهددوا وخلى القوة الإصلاحية في داخل الجبهة الشعبية أنها ما تتحالف مع أبي أحمد. في تلك المرحلة ماذا تم؟ في 27 سنة تم يعني إيجابيات كثيرة جدا بقيادة ملا الزيناوي، إلا أنه بغياب ملا الزيناوي حصل الفراغ وظهرت الفساد في البنوك، الفساد المالي، الاقتصاد أصبح تقود جهة. مثلا لو أخذنا تجربة يعني شركة معروفة ببيتك، ميتك دي أكبر شركة امتصت المال الإثيوبي ومن البنوك الإثيوبية وتم مقاضاة قيادتها، والجبهة الشعبية لتحرير تجراي كانت وقفت مع أبي أحمد في هذه المرحلة. طيب طيب خلي سعاد تتفاعل معك. يعني فيه نوع من التواصل بين أبي أحمد والجبهة. يلي تفضلي. نعم أنا ما أتفق مع الأخ إبراهيم في كثير من ما قاله، لأنه أبي أحمد هو خرج أصلا من كان مع الجبهة الشعب مع الإهادق هذول كان الحكومة الفيدرالية اللي كانت موجودة، خرج منها ودس لي لما اعترض لما جاءوا بأبي أحمد. أبي أحمد من البداية أول عمل مع عمله هو اتفاقه مع إسياس أفورقي قبل اتفاقه مع الحكومة الإقليمية في تجراي. فدخول إريتريا أصلا هو يعني من أكبر البلاء الذي حصل على إثيوبيا. أولا إسياس أفورقي كان له الرئيس الإريتري منذ زمن هايلة سلاسي أن يتحكم بإثيوبيا، ولا يمكن أن يتحكم بإثيوبيا إلا إذا أطاح الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، مع أنه كان حليفين مع بعض في أيام إطاحة منغوستو هايلة ماريام، ولكن اختلفوا في السياسة. ملس أخذ منحى آخر، وإسياس أفورقي 30 سنة ديكتاتور، يعني إريتريا أعادها إلى الصفر، فما جاء إلا أن ينتقم عن طريق درب الجبهة الشعبية لتحرير تجراي وأن يمتلك إثيوبيا من جديد للحلم القديم الذي كان يحلمه. فبالتالي ما أعطي النوبل برايز أو جائزة نوبل للسلام، نعم، لأبي أحمد، ليس لأنه هو لابد كان يعمل كده. يعني إذا ما عمل كده أصلا ما كانوا حيعطوه، لأنه شيء مع اتفاقه مع إريتريا التي كانت لفترة قصيرة فتحوا الحدود، والناس يعني عملوا لنا شوية دراما وفاكرين إنه حيكون كل شيء تمام، لكن في الأخير طلع كل الشرور، وهو النتيجة شايفينه. يعني ما يحتاج لإعادته. فهو صحيح أطلق السجناء، لكن جوهر محمد الذي كان الأساس للثورة التي قامت سجنه، وبقلة مقرصة سجنه. لماذا لا تتكلم عن هؤلاء الذين المفروض أن يكونوا الآن في السلطة ويحكموا، يكونوا جزء من حكم إثيوبيا؟ فقل لي جيب لي دولة أنت ما يكون فيها اختلاسات، ما يكون فيها الكمال لله. ما في دولة كاملة، حتى الدول الديمقراطية، حتى أمريكا وغيرها، يكون فيها أناس يختلسون أموال ويفعلون أشياء. هذه ما فيش ديمقراطية مع الفلوس. أحيانا مع الفلوس ما فيش ديمقراطية. طيب سأعود إليك. نوردين المازني أريد طبعا سأعود إليك، ولكن نوردين المازني تفضل. عندي تعليق على ما ذكره الأستاذ إبراهيم والأخت فاطمة. شوف، في البداية كان سعاد، سامحني سعاد، أخت سعاد سامحيني. البداية كانت مشجعة فعلا كما ذكر الأستاذ إبراهيم. أبي أحمد، الدكتور أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام، قام بإصلاحات ممتازة في أثيوبيا، أطلق سراح المعتقلين السياسيين، عقد الصلح أو السلام مع إريتريا. ولكن سبحان الله، يعني الحاكم يتغير. أفعال الفترة الأخيرة هي التي
يعني تركت ظلال على هذه الصورة الجميلة التي ذكرتها، وهي بالفعل صورة جميلة لمواطن إفريقي يحوز على جائزة نوبل السلام. ولكن فيما بعد كما تذكر أخي أبي أحمد يعني قام بحملة إيقافات واسعة ضد الأثيوبيين من أصول أو من القومية التجرية، يعني نعتهم بالجواسيس، ويعني تم إيقافهم وهم يعملون لديهم الحصانة، يعملون في منظمات إقليمية ودولية. تقصد حتى من سائقين المتحدة، سائقين في الولايات المتحدة. نعم. وأنا شخصيا أعرف بعض الزملاء السابقين في الاتحاد الأفريقي، ولم أفكر يوما ما أو لحظة ما أن أفرق بين يعني قومياتهم. هم إثيوبيون بالنسبة لي، ولكن الحملة الأخيرة وحالة الطوارئ التي أعلن عنها أبي أحمد، واستعمال المواطنين يعني الناس العاديين لحمل السلاح والتدريب السريع، وكأننا نعيش في حملة يعني عصابات. هذا شيء هو الذي يعني ألقى بظلاله على صورة الحائز على جائزة نوبل. أنا أنصح، وقلت هذا قبل سنة في الاستوديو هنا مع هذا البرنامج، قلت حذاري الدكتور أبي أحمد أن يستمر في يعني حصار تجري وانزلاق في هذه المخاطر، وهذا ما وقعنا فيه اليوم. وبالتالي هناك أشياء إيجابية وجميلة جدا لأبي أحمد، ولكن نحكم على شخص حكما عام. ما تم يعني القيام به الفترة الأخيرة من قبل حكومة أبي أحمد وأبي أحمد شخصيا هي التي أزعجت وأخافت الكثير من الأثيوبيين، وخاصة الناس العاديين. يعني ما ذنبي أنا إن كنت أصلا من التجري وأسكن في أديس أبابا؟ أنا مواطن أثيوبي. لابد أن يزرع أبي أحمد. حسنا فعلت بالحديث عن الموضوع، يعني لابد أن يزرع، لأنه هذا نقطة مهمة ولكن هي حساسة. أنا لم أتحدث عنها أبدا، يعني وجدت الفرصة للحديث عنها حتى أخفف يعني الوطأ. يعني هناك يعني الآن يعني حرب على الهوية وعلى القومية، وهذا غير معقول في بلد مفروض أن يكون يعني جامع لكل يعني جنس قوميات وكل إثنياته. أثيوبيا بلد نعتز بها كأفارقة، هي عاصمة أفريقيا، ولا بد أن تعطي المثل، خاصة وأن هناك دول أفريقية وبلدان أفريقية كثيرة تعاني من التعدد الإثنيات والقبلية. وأثيوبيا السباقة الرائدة في مجال العمل الإفريقي يعني المتضامن لابد أن تعطي المثال، ولابد أن يعود أبي أحمد والحكومة الأثيوبية إلى الواقع. الواقع يقول أثيوبيا بلد واحد بشعوب متعددة، ولكن هو بلد واحد، وهكذا عرفوا الناس خارج أثيوبيا، وهكذا نحن عرفنا أثيوبيا في السنوات التي قضيتها شخصيا في العاصمة أديس أبابا. وهي بالمناسبة أقول للإخوان المشاهدين، هي أديس أبابا يعني الوردة الجميلة. نريد من هذه الوردة الجميلة أن تستمر وأن لا تذبل وأن لا تموت. شكرا. طيب، هذه الوردة الجميلة التي أعرفها جيدا أيضا أنا أديس أبابا، إبراهيم إدريس، يعني الإشكال بالنسبة الآن ما يجري، التقارير التي تأتي من منظمة العفو الدولية، من هيومن رايتس ووتش، لأن الحديث في أديس أبابا ما الذي يمثله القادمون من تيغراي في أديس أبابا؟ 6% من عدد السكان، ومع ذلك يتم تجنيد الآلاف من المتطوعين لملاحقة هؤلاء في أديس أبابا وفي مدن أخرى. أولا أتفق مع أستاذي أنه هذه المعضلة القومية هي معضلة حقيقية. ولتقريب الصورة، يعني مثلا أهل الأمازيغ مجموعة ثقافية واحدة في المغرب العربي، إلا أن قضيتهم إلى يومنا هذا تظل قضية كثير من العرب وكثير من أبناء المنطقة لم يستوعبوا هذه الإشكالية، وهي قضية واحدة. ما بالك في دولة بس قضية حتى الآن لم تستخدم الطائرات ضدهم حتى الآن. خليني أخلص وهي مش متشابهة مع مشكلة اثيوبيا. خليني أخلص. طيب تفضل. الرجاء خلوني أركز في كلامي. طيب، هذه القوميات المتعددة حقيقة هي أزمة إثيوبيا،
مش أزمة الجبهة الشعبية ولا أزمة أبي أحمد. هذه القضية منذ الصراع اللي تم تاريخيا، وأنا لازم هنا أستدعي التاريخ. ما تم في مرحلة تيدروس، وما تم في مرحلة الملك يوهنس، وما تم في مرحلة قيادة الدولة الحديثة من المماليك، رسخت صراعات قومية أقدر أقول عليها يعني بالفعل ما يحصل النهاردة هو التعبير الحقيقي لها. تجاوزت حدود تيغراي وتجاوز حدود مشروع أبي أحمد الإصلاحي. فنحن أمام قضية أساسية. القضية دي تمت معالجتها عن طريق القوة اللي انتصرت ضد منغستو بتكوين دولة ولايات فيدرالية قومية. هذه المسائل مكنت قومية واحدة اللي هي كانت تقود وبقيادة الجبهة الشعبية، مكنته من تجربة فيها الإيجابي وفيها السلبي. نحن الآن نحصد السلبي فيها اللي هو كان إقصاء للآخرين، والإقصاء ده نتيجته تمت حركة الإصلاح وتم هذا التحول. من يقصي من؟ من يقصي من؟ كنت حابة أسأل قومية واحدة تقصي قوميات أخرى في التاريخ. ال 2000 سجين اللي طلعوا من السجون والقوميات اللي جات من الخارج رجعت كانت قوميات مقصى من النظام السابق. هذا التاريخ لن ينساه ولن يقدر حد ينكره. تقصد ماذا من كلامك؟ اثيوبيا ضحية تاريخها؟ ضحية تاريخها وضحية أزمة الإثنية القومية. هذا الصراع القومي وهذا التوجه القومي سيقود إثيوبيا إلى مزيد من الصراعات الدموية. تفضلي سعاد. اسمح لي سيدي، يعني أنا ما أتفق مع الأخ مع الأسف، لأنه القوميات موجودة. احنا استضفناك اصلا لانك لا تتفقين معه، تريدين نتفق معه ولا خلاص حيكون النقاش في اتجاه واحد. نعم، هي لما صارت اثيوبيا الموجودة الآن، يعني نعرف في التاريخ كيف كانت. الحبشة كانت في تاريخ النجاشي، تاريخ الحبشة كان في شمال اثيوبيا الآن اللي هو في تيغراي، وكيف يعني صارت تتوسع هذه الدولة كما نعلم كل الأقاليم اللي موجودة. لكن القوميات ليست لديها مشكلة. نحن نحتاج الرأس اللي يجمع كل الناس، مش المشكلة في القوميات. ليش انت تحط؟ ربنا خلقهم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كيف الواحد حيغير قوميته انه من تيغراي ولا من اورومو ولا من غوراغي ولا من مكان اخر؟ هذا ربنا خلقه هكذا. لكن تحتاج الى اداره حكيمه وحكام يعني يستطيعوا ان يسمعوا كل الشعوب. وانت بتقول انه كان اقصيا، من قال لك؟ الفيدراليه التي نفعت الصوماليين، نفعت العفر، واستطاعت ان تعطيهم حق الحريه في لغتهم في دينهم. الاورومو الذين في زمن هايلة سلاسي وبزمن مليليك كان يقال لهم قالا. يعني قالا يعني ايش تعرف؟ يعني ما كانوا يعتبرون بني ادمين. في زمن اهدك اي واحد يقول هذه الكلمه يسجن 3 سنوات. لكن كانوا في السجن سجناء سياسيين كما هي في كل الدول. ما في بلاد اخرى مسجونين سياسيين ومعارضين موجودين. هذا ليس لانه كانوا في السجن موجودين وابي احمد طلعهم معناته ما شاء الله، لا ابدا، في كل بلد موجود. والاعتراضات اللي المفروض تكون، احنا في خلال 27 سنه في اثيوبيا عشنا في سلام مع كل الشعوب. واريد ان ادخل الان اريتريا. الان الاريتريين الذين جاءوا الى تيغراي وهم هاربين من حكومتهم من مصيبتهم، استقبلتهم تيغراي وعاونتهم، ثم بعد ذلك خرجوا إلى بلاد الغرب وأمريكا، والآن يوجدون في أديس أبابا. هم الذين يتجسسون على التجار ويعني يأخذوهم إنه عشان اللغة نفس اللغة ويعرفوهم. فنحن مع الشعوب الأخرى ما كان عندنا أي مشكلة. المشكلة جاء من إسياس الأفورقي والإريتريين الذين تدخلوا في حكومة في سياسة إثيوبيا، الذين لا يحق لهم أن يتدخلوا. الإريتريين دولة مستقلة، استقلت الدولة الإريترية بعد رفضها كونها مع إثيوبيا. الآن قالوا الإريتريين لا، عاوزين نحن مع إثيوبيا، مع الأمحارة. قالوا ضد مين؟ ضد تجارو، ضد تيغراي. ليه ايش حيستفيدوا من هذا البعثرة اللي عملوا لنا الآن؟ و110 مليون شخص الآن يعيش في قلق وفي خوف، والناس يعني ممكن تقوم حرب. هذه فتنة أقامها إسياس أفورقي وأعوانه من أجل إطاحة إثيوبيا، ولأن هذه غيرة وحسد ليس إلا أنا في رأيي.
ولكن ربنا حيكون مع المظلومين، وسنخرج من هذه الأزمة. ونحن أهل تجراي نقرر إن نريد أن نستقل أو ما نستقل. ما حد يستطيع يجبرنا، كما خرجت عمدة أديس أبابا أدانج قالت إذا كانوا عاوزين يروحوا يستقلوا، مش على كيفها، مش صحيح. على كيف أي واحد. أهل تجراي هم جزء من إثيوبيا وهم الذين يقررون، ما يقرر علينا أحد. طيب نور الدين المازني، سأطرح عليك سؤالا فلسفيا واستراتيجيا. منذ فترة خاصة في التسعينات كنا نسمع عن منطقة القرن الإفريقي، جاءت بعد ذلك مؤخرا منطقة الساحل. هذا الانتقال من منطقة إلى منطقة بسبب الأزمات المتعددة هو الذي غيب صلب القضايا إلى درجة أن حتى عواصم القرار لم تعد لها يعني الرؤية الواضحة لما يجري على الأرض، فخرجت الأمور عن السيطرة. هو سؤال يعني فلسفي. هناك سؤال آخر أخ توفيق أريد أن أشير إليه. هناك بعض أصحاب الرأي والمفكرين والكتاب الإثيوبيين وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج إثيوبيا يطرحون سؤالا فلسفيا جوهريا مهما: ما الذي يجمعنا كقومية إثيوبية؟ ما هو الشيء الذي يجمع 110 مليون نسمة و90 أو بين 80 و90 قومية؟ ما الذي يجمعنا بعد الأحداث الجسيمة التي تجد في تيغراي؟ وبالتالي هو سؤال فلسفي. وردا على سؤالك أنت يعني هو فلسفي أيضا، قرن الأفريقيا، ساحل منطقة الساحل، القوى الأجنبية أيديها ليست يعني بريئة. هناك تدخلات أجنبية معروفة لا أريد أن أحددها، وهي التي تشجع على عدم الاستقرار. هي تزرع الفتنة وتكتوي بنارها. وبالتالي هذه الأسئلة الفلسفية أود أن يتولى الإخوان في أو أشقائنا في أديس أبابا في الحكومة الفيدرالية أن يسألوها لأنفسهم حتى ينقذوا إثيوبيا من الاندثار والتفكك. ويا خيبة المسعى ستكون يعني سابقة خطيرة بالنسبة لدول إفريقية كثيرة لديها إقليات وإثنيات كثيرة. إبراهيم إدريس، في الختام أريد فقط أن تجيب على هذا السؤال: فيه احتمال بعد تدخل الاتحاد الإفريقي وأوباسانجو شخصيا، فيه احتمال التوصل إلى حل تفاوضي على الأقل؟ في تقديري حول قضية أوباسانجو هي القضية الرابحة الوحيدة في هذه المرحلة، لا سيما أنه هناك تعاضد من المجتمع الدولي ممثل بالأمم المتحدة يقف خلف مبادرة أوباسانجو. مبادرة أوباسانجو معززة أيضا بقبول مبدئي بزيارته الأخيرة إلى مقاليه والتقاء مع الدكتور دبرسيون. أيضا الخارجية الإثيوبية ومسؤولين إثيوبيين أمس واليوم صرحوا قبولهم علنا وبشكل واضح وصريح أنهم واقفون مع مبادرة أوباسانجو. عليه هذه المعارك هي معارك فقط بكسب مواقع من الطرفين، لكن أنا أأمل تماما أنه هذه الشعوب أنها تجلس في مفاوضات سلمية ويتفقوا على حل يتجاوزوا فيها هذا الصراع الدموي، وهذا ما نتمناه. الشكر في الختام من ستوكهولم لسعاد عبد محمد ناشطة سياسية، الشكر من تونس لنور الدين المازني متحدث رسمي سابق باسم الاتحاد الافريقي ويحب هذه القارة حبا جما، والشكر من دنفر في الولايات المتحدة لابراهيم ادريس باحث في الشؤون الافريقية. شكرا لفريق البرنامج، أمسية مريحة للجميع.